الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل لا أبدأ أبو زايد، الإشارة عندك مرة تعبت مرة هنا، فلو بعد 10 دقائق ترى حلوة مرة دنيا وآخرة ترى. نعم الإشارة عندك سلمك الله. نعم، فإذا في شيء لا تحاسبوا لي أنا، حاسبوا أبو زايد. فالأمور طيبة يعني، الساعة 12 في الليل عادي يعني. طيب، قال: وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. أحبتي الكرام، أنبه على بعض الأشياء. الآن هناك مصطلحات مرت علينا. لم يفرض لها صداقا، ما معنى الصداق هنا؟ المهر. طيب، مر معنا أن الزواج من دون مهر لا يجوز. هل معنى هذا أنه تزوجها بالمجان من دون مهر؟ لا، وإنما هناك مهر لكن لم يسمى هذا المهر، لم يتم تحديده، وليس أنه تزوجها واشترط عليهم أنهم يزوجونه من دون مهر. هذه مسائل مرت علينا. ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. الوكس النقص، شطط جور، فلها مهر مثيلات النساء. طيب، قد يقول قال: كيف مهر مثيلات النساء؟ معلوم بارك الله فيكم عند الناس أن البكر مهرها يختلف عن الثيب، أيضا المرأة الكبيرة مهرها يختلف عن المرأة الصغيرة. هذه أمور معلومة عند الناس وعرف متعارف عليه عند الناس. قال: وعليها العدة. أي عدة هذه بارك الله فيكم؟ عدة طلاق أو عدة وفاة؟ الحديث عدة وفاة، لأن هذه المرأة مات زوجها. ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا، يعني من أشجع، مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والجماعة. أولا، بروع جاء أن أصحاب الحديث يضمطونها بروع بكسر الباء، والصواب فتح الباء. قالوا بروع مثل جدول، مثل جدول، يعني الناس ما تنطق جدول تنطق بروع. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، عندنا فائدة أيضا. جاء في بعض ألفاظ الخبر أنهم اختلفوا عند النسائي أنهم اختلفوا إلى ابن مسعود قريبا من شهر لا يفتيهم في هذه المسألة. اختلفوا إلى ابن مسعود قريبا من شهر لا يفتيهم. وأيضا شوف ابن مسعود ماذا يقول في رواية النسائي في السنن الكبرى: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجد غيرك. قال: سأقول فيها بجهدي أو بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأجابهم بما أجابه. والحديث هذا إسناده صحيح. فإن قال قال: ابن مسعود كيف يجيبهم وما عنده نص في المسألة؟ ابن مسعود عنده قواعد شرعية، أرجع هذه المسألة إلى قواعد الدين. واضح بارك الله فيكم؟ فأفتاهم. لكن انظروا بارك الله فيكم إلى هذه المسألة التي ربما أفتى فيها بعضهم وهو مستلقن، نسأل الله العفو والعافية. والآن يتكلم في بعض مسائل الجهاد، بعضهم ربما لو سألته عن نواقض الوضوء والله لما عرف لها جوابا. هذا والله أمر حقيقي إخوان الكرام. قل له: لو خرجت النجاسة من فم المتوضئ هل ينتقض وضوء أو لا؟ سيقول لك: لا أدري. واضح بارك الله فيكم؟ وربما أفتى في مسائل الدماء والجهاد وهو لا يحسن شيئا من أمور الفقه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، أيها الأحبة الكرام، المرأة إذا تزوجت أو عقد عليها فإن لها حالات
تستحق في هذه الحالات المهر كاملا، وفي بعض الحالات تستحق فقط نصف المهر. اضبط هذه المسألة، هناك حالات المرأة تستحق في هذه الحالة نصف المهر فقط، وحالات تستحق المرأة فيها المهر كله. طيب الآن نأتي إلى التفاصيل. أولا، المرأة تستحق المهر كاملا في حالتين. الحالة الأولى موت الزوج، إذا مات الزوج فلها المهر كاملا، سواء كان بعد العقد، سواء كان بعد الدخول، سواء كان في حال بعد العقد ولم يرها أبدا لكنه عقد له عليها. إذا مات الزوج فلها كل المهر في جميع الأحوال، إلا طبعا لو مات قبل العقد عليها، هذا ما يسمى زوج. واضح بارك الله فيكم؟ هذا لا يسمى زوجا. يعني رجل خطب امرأة أعطاها 100,000 درهم، والعقد متى؟ العقد بعد أسبوع. مات الرجل قبل العقد، يرجعون له 100,000 كاملة. لماذا؟ لأن هذه المرأة ليست زوجته ولم يعقد لها على هذا الرجل. أما إذا عقد عليها الآن ثم مات الزوج بعد ساعة فلها كامل المهر، وأيضا تعتد عدة وفاة. وبالمناسبة كنت سأطرح هذه المسألة في الأسبوع القادم، في الأسبوع الماضي. هذه المسألة كنت سأطرحها في الأسبوع الماضي، وأثناء كتابتي للتحضيرات وبعد انتهائي من هذه المسألة جاءني هذا السؤال: رجل عقد على امرأة ومات بعد أسبوع في حادث سيارة، هل تعتد هذه المرأة عدة وفاة؟ نعم، تعتد 4 أشهر و10 أيام. كم لها من المهر؟ لها كل المهر. كم لها من الميراث؟ لها نصيبها من الميراث، وهو بارك الله فيكم كم؟ الربع، إن لم يكن عند هذا الزوج من أولاد، إن لم يكن عند هذا الزوج من أولاد. أما إذا كان له أولاد ولو من غيرها فإن لها الثمن. إذن هذه هي المسألة الأولى. من مات عنها زوجها قبل الدخول فهي تستحق المهر كاملا، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، والكاساني في بدائع الصنائع، وابن رشد في بداية المجتهد. طيب ما مستند هذا الإجماع؟ مستند هذا الإجماع أن الوفاة لا تقطع الحياة الزوجية. الوفاة ليست طلاق، الوفاة تبقى معها آثار عقد النكاح، يبقى مع الوفاة آثار عقد النكاح. طيب عندنا مسألة: من مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. يعني رجل، الصورة الأولى عقد على امرأة، كم المهر؟ نفترض 50,000 درهم، عقد عليها، بعد 3 أيام مات هذا الزوج، المرأة كم لها من المهر بارك الله فيكم؟ 50,000 كاملة. طيب نفترض أن رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها صداقا، ما تم الاتفاق على المهر، وهذا يقع كثيرا. يقول الآن نعقد والمهر إن شاء الله ما نختلف عليه والأمور طيبة ويعني الأمور سهلة بيننا، وبعد 2-3 يموت هذا الرجل. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه كم يكون لها من الصداق؟ جمهور أهل العلم بارك الله فيكم يقولون لها مهر المثل، والدليل حديث الباب، لها مهر المثل والدليل حديث الباب. وطبعا بالإضافة إلى مهر المثل ماذا لها؟ لها الميراث، لها مهر المثل ولها الميراث وعليها العدة. المالكية يقولون بارك الله فيكم ليس لها المهر، وإنما لها المتعة، سيأتي معنا ما معنى المتعة، ولها الميراث. والصواب قول جمهور أهل العلم أن لها مهر المثل ولها الميراث وعليها العدة، والدليل حديث ابن مسعود. طيب الحالة الأولى التي تستحق فيها المهر كاملا المرأة في حال موت الزوج قبل الدخول أو بعد الدخول، هذه مسألة الآن لا يناقش فيها، تستحق المهر كاملا. الحالة الثانية في حال عدم وفاة الزوج، تستحق المرأة المهر كاملا بعد الدخول أو حتى لو مات الزوج. يعني امرأة عقد عليها الرجل واتفقوا على أن المهر 100,000، ما سلمها المهر ودخل بها، وبعد الدخول بأسبوع مات في حادث سيارة،
كم لها؟ لها المهر كاملا. صورة أخرى: امرأة عقد عليها رجل ولم يسمي لها صداقة ودخل بها، بعد شهر مات هذا الرجل، كم لها من المهر؟ لها مهر المثل كاملا، لها مهر المثل كاملا. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن رشد في بداية المجتهد، وابن حجر في فتح الباري. ومستند هذا الإجماع: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، إذا مس الرجل امرأته فلها كل ما فرض لها، فلها كل ما فرض لها. لابد أن تضبط هذه المسائل. إذن المرأة تستحق المهر كاملا إذا توفي عنها زوجها، وأيضا إذا دخل بها فلها المهر كاملا، لا يجوز أن تظلم في هذه المسألة. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا: إذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل بها لكنه خلا بها ثم مات أو طلقها، هل يجب له أن يدفع المهر كاملا؟ واضح المسألة؟ يعني الآن في عرف كثير من الناس أن الرجل إذا عقد على المرأة فإنه يصنع معها كل شيء إلا النكاح، هذا موجود. طيب، جلس معها شهر، شهرين، 3، ثم بعد ذلك طلقها. إذا مات عنها لها المهر كاملا، لكن طلقها بعد الخلوة وقبل الدخول. حكى جماعة من أهل العلم إجماع الصحابة أن لها المهر كاملا. قد يقول قائل: الزوج يقول: طيب أنا ما دخلت بها. نقول: هذه الخلوة في مقام الدخول بها، هذه الخلوة وهذا الذي وقع بينكم هذا يأخذ حكم الدخول بها. وخالف في هذا بعض أهل العلم، منهم الإمام مالك في رواية، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، قالوا: لا يجب المهر كاملا إلا بالدخول. والصواب هو القول الأول. والدليل: جاء أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور وجب الصداق. إذا أرخيت الستور وجب الصداق. يعني دعنا الآن نذكر المسألة بطريقة أخرى. رجل عقد على المرأة، كم المهر؟ 100,000. طيب، إذا عقد عليها وطلقها بعد العقد وقبل الخلوة والدخول، كم يعطيها؟ نصف المهر. طيب، عقد عليها ودخل بها، يعني أقيم حفل الزواج، لكنه لم يلمس هذه المرأة، أرخيت الستور، دخل معها إلى غرفة مغلقة، ولم يعني يقع بينهم ما يقع بين الرجل وزوجته. فجاء عند القاضي بعد ما طلقها وقال بأنه ما دخل بها، فنقول: لا، جاء عن عمر أنه قضى إذا أرخي الستر وجب الصداق. واضح؟ بارك الله فيكم. وأيضا جاء عن عمر وعلي، قضى 2 من الخلفاء الراشدين، قال: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة، فلها الصداق وعليها العدة. وأيضا جاء عن زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه المهر. لذلك ينتبه لهذا الأمر. وهذه أذكر هذه المسألة أيضا، بعض النساء عندها حيلة. واضح؟ بارك الله فيكم. الرجل يعقد عليها فتدعوه إلى أن يخلو بها، ثم بعد ذلك تخرج له وجها آخر، وبعد ما تخرج له الوجه الآخر الرجل يطلقها ويظن أن لها نصف المهر، فتقول بأن لها ماذا؟ المهر كاملا. فينتبه لهذه الأشياء، ينتبه لهذه الأشياء. عندنا مسألة: من مات عنها زوجها قبل الدخول، هل عليها العدة؟ هل عليها عدة وفاة؟ بإجماع أهل العلم عليها عدة وفاة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. نفترض أن بنت عمرها 18 سنة عقد عليها رجل عقد وما رأت هذا الرجل إطلاقا، بعد ساعتين مات هذا الرجل في حادث السيارة مثلا، فعليها عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام بإجماع أهل العلم.
حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن القيم في زاد المعاد، وابن كثير في التفسير. يعني إخوان الأفاضل، في الأزمنة الماضية الرجل يعقد على المرأة ولا يراها نظرة شرعية، ولا يراها إلا ليلة الزفاف. طيب خلال هذه المدة مات الرجل وهو لم يرى ظفر امرأته. قال لي أحد الأشخاص تزوج بهذه الطريقة، يقول: كان من أكبر العيب أن أمر بعد العقد عند باب بيت أهل زوجتي. هذا موجود في بعض الأعراف. طيب نفترض أنه عقد عليها ولم تره، ثم مات هذا الزوج، لها الميراث وعليها عدة وفاة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. والدليل أن الله عز وجل قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما قال مدخول بها أو غير مدخول بها. أي امرأة يموت عنها زوجها هذه عدتها، إذا دخل بها أو لم يدخل بها هذه مسألة أخرى. لكن ما دام هناك عقد زواج إذن هذا بإجماع أهل العلم لا بد أن يقع. أما المرأة المخطوبة فهذه ليس لها عدة طبعا، وليس لها مهر، وليس لها ميراث، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم: هل ترثه؟ نعم ترثه، والدليل حديث الباب حكم ابن مسعود، وهذا أيضا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، أنها ترثه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه، وهو خبر ضعيف لا يثبت موقوفا ولا مرفوعا. وفيه دليل على أن لا حد لأقل المهر، فهنا قال أن أقل المهر أعطاها ماذا؟ أعطاها تمر، هذا ثمنه يسير جدا، ومرت معنا هذه المسألة. قال: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك، وهذا الخبر أيضا إسناده ضعيف. فإن قال قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجيز عقد نكاح على نعلين؟ طيب أيها الأحبة الأفاضل، هل النعلين يستلزمان أن يكون ثمنهما بخسا؟ يعني الآن بعض الأحذية في أيامنا كم قيمتها؟ ربما عشرات الآلاف، هذا فقط من باب التقريب بارك الله فيكم، ربما عشرات الآلاف. بعض الحقائب النسائية ربما كان سعرها 100 الآلاف، واضح بارك الله فيكم. لكن لو افترضنا أن هذا الشيء كان بخسا، يعني قيمته قليلة، هل يعتبر هذا مهرا؟ هذه مسألة مرت معنا في الدروس الماضية. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وحديث سهل بن سعد أيضا إسناده ضعيف. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال، والخبر أيضا إسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، والخبر هذا إسناده صحيح. فائدة مرت معنا أذكرها أيضا مرة أخرى. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق، يعني أقل المهر، لا يثبت منها شيء. عندنا مسألة: هل يجوز أن يكون الصداق منفعة تقدم للمرأة؟ واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا امرأة بارك الله فيكم لا تقرأ ولا تكتب، فتزوجها رجل وقال: نجعل المهر أن يعلمها القراءة والكتابة. قالت: قبلت بهذا المهر. أو مثلا امرأة عندها أغنام، فتزوجها رجل على أن يرعى لها هذه الأغنام. أو عندها أقمشة، فتزوجها الرجل على أن يخيط لها هذه الأقمشة، يعني لن يقدم لها مبلغ مالي،
واضح بارك الله فيكم، ولن يقدم لها مثلا شيء عيني، وإنما يقدم لها منفعة، يقدم لها منفعة. جمهور أهل العلم على جواز هذا المهر. قالوا والدليل في قصة الرجل الصالح على أن تأجرني 8 حجج، وموسى عليه السلام وافق على ذلك، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يجوز أن يتزوجها الرجل على أن يعلمها شيئا من القرآن؟ واضح بارك الله فيكم، يعلمها شيء من القرآن. ذهب الشافعي وأحمد إلى الجواز، واستدلوا بالحديث زوجتكها بما معك من القرآن، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وبعض أهل العلم ينازع في هذا، وبعض أهل العلم ينازع في هذا، ولكن الصواب هو الجواز والله تعالى أعلم. ولكن لو احتاط الإنسان ومع ذلك أعطى لها شيئا من المال فإن هذا أفضل وأحسن. طيب عندنا مسألة، هل يجوز أن يكون المهر حفظ الرجل لشيء من القرآن؟ واضح بارك الله فيكم، أحيانا بعض الأخوات فيها تربية وأدب وعقل طيب، يتقدم لها ابن عمها وربما كان ضعيف في بعض الجوانب، فتقول مهري أن يحفظ 5 أجزاء من القرآن. أبو منصور، أبو زايد، بيحفظ ولا ما بيحفظ؟ قد يحفظ القرآن كامل، يعني هذا موجود، هذا موجود. والناس يعني طبعا إخواني الكرام عند بعض يعني أحيانا في بعض التعزيرات القضائية يقولون يكلف هذا بأن يحفظ جزء عامة. بعض الناس يقول لك هذه يعني مسألة يسيرة. إخواني الكرام، واحد ما مسك المصحف 10 سنوات تقول له احفظ جزء عامة، إيش يكون الأمر بالنسبة له؟ كأنه يحمل جبل من الجبال. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لو اشترطت المرأة مثل هذا الشرط، الأئمة الأربعة على المنع، وقالوا لا يكون هذا مهرا. لماذا؟ لأنه ليس مال ولا منفعة تدفع للمرأة. يعني الآن المرأة غير مستفيدة من هذا الشيء، ليس مال ولا منفعة تدفع للمرأة، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. فإن قال قائل طيب حديث إسلام أبي طلحة الذي أراد أن يتزوج أم سليم فقالت له أنت رجل كافر، فلما أسلم تزوجته، قال ثابت قال أنس فكان ذلك مهرها، فكان ذلك إسلام أبي طلحة كان مهرها. قال جمع من أهل العلم هذا الحديث لابد أن يفهم بطريقة صحيحة. إسلام أبي طلحة يعادل أموال الدنيا كلها، لذلك جعل إسلامه أصلا، ولا يعني هذا أنه لم يقدم لها أي مهر. وقال بعض أهل العلم منهم ابن حزم في المحلى إسلام أبي طلحة متقدم، وكان إسلامه قبل وجوب المهر للنساء. واضح بارك الله فيكم، كان إسلام أبي طلحة قبل وجوب إعطاء المهر للنساء، والله تعالى أعلم. إذن الراجح أن المرأة لو اشترطت أن يحفظ الرجل القرآن أو يكمل دراسته أن هذا هو المهر، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، يعطيها شيئا وتشترط عليه هذا الشرط فلا حرج في ذلك. وقد مر علي في عقد من العقود أن المرأة قالت عندي شرط، قلت لها ما هذا الشرط؟ قالت أن يدرس زوجي الكتاب الفلاني. طبعا وضعوا مهر يعني، والتقيت بهذا الزوج قبل أيام يسيرة، فاللهم بارك، يعني سيما الصلاح والخير بادية عليه، نسأل أن يثبت ويزيد من فضله. وهذا من بركة المرأة الصالحة على الزوج، من بركة المرأة الصالحة على الزوج. كانت الزوجة أنا أعرف قرابتها من النساء الصالحات، نحسبها كذلك والله تعالى أعلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، يعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها،
وأمر أسامة فمتعها ب3 أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي، يعني حديث الباب حديث ضعيف، لكن حديث أبي أسيد في صحيح البخاري. طيب ما لفظه؟ عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا. ودخل وقد أتي بالجونية، يعني ابنة الجون نسبة إلى هذا الرجل، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، يعني أقرب ما تكون إلى الخادمة لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ ما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت يعني شريفة، فما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له مثل هذا الكلام. فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عث بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها، يعني نوعين من أنواع الثياب، وألحقها بأهلها. وعند البخاري بارك الله فيكم من حديث عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عثت بعظيم، الحقي بأهلك. وأيضا لما قالت: أعوذ بالله منك، كما في رواية أخرى من حديث سهل بن سعد، قالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: ما أدري. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنت أشقى من ذلك، ندمت على هذا. واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة: المرأة إذا طلقت قبل الدخول وقبل تسمية المهر فهل لها من شيء؟ أولا بارك الله فيكم، بإجماع أهل العلم أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول وما سمي لها المهر أنه لا شيء لها غير المهر. لها مهر المثل، نصف مهر المثل، لكن لا يوجد لها شيء إضافي. طيب ما هو الشيء الإضافي؟ سيأتينا الآن بعد قليل. وحكاه إجماعا الطبري في التفسير والقرطبي في التفسير. وثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. يعني إخواني الكرام، عذرا سلمكم الله، الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول ولم يسمي لها المهر، بإجماع أهل العلم أنه لا مهر لها، ليس لها مهر قبل الدخول، وما سموا لها المهر، ليس لها مهر، وإنما لها المتعة. واضح بارك الله فيكم. ما هي المتعة؟ مبلغ يدفع للمرأة بعد الطلاق. رجل عقد على امرأة وما اتفقوا على مهر، وبعد يوم طلقها، فما الذي لها؟ ليس لها المهر، وإنما لها المتعة، متعة الطلاق. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الطبري في التفسير والقرطبي في التفسير، ومر معنا أثر ابن عباس: ليس لها إلا المتاع. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: إن طلقت قبل الدخول وسمي لها المهر فلها نصف المهر. الآن عندنا حالتين: الحالة الأولى عقد عليها ولم يسمي لها مهر ثم طلقها قبل الدخول، ليس مات طلقها، فهذه ليس لها إلا المتعة. الحالة الثانية عقد عليها وسمي المهر ثم طلقها،
فهذه لها مهر النصف، هذه لها نصف المهر، هذه لها نصف المهر بإجماع أهل العلم. والدليل قول الله عز وجل فنصف ما فرضتم، والدليل قول الله عز وجل فنصف ما فرضتم. طيب عندنا مسألة، سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا، سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا، يعني امرأة بكر عقد عليها الزوج وقد اتفقوا على مهر 50,000، ثاني يوم طلقها، كم لها من المهر؟ 25,000. صورة ثانية، امرأة ثيب أرملة أو مطلقة عقد عليها الرجل المهر 10,000، بعد يومين طلقها، كم لها من المهر؟ 5,000. فإن قالت أنا ثيب، نقول ثيب أو بكر الحكم واحد، إذا سمي المهر وطلقت قبل الدخول فلها نصف المهر، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار. عندنا مسألة الآن تعرف بمتعة الطلاق. ما معنى متعة الطلاق؟ أمر يقدم للمرأة بعد طلاقها زيادة على المهر، أمر يقدم للمرأة بعد طلاقها زيادة على المهر. يعني رجل طلق امرأته قبل الدخول، لها نصف المهر إذا تم تسمية المهر، هل يدفع شيء آخر زيادة على المهر؟ هذه هي متعة الطلاق. واضح المسألة؟ لا ما تكلمنا عن حكمها، تصورتم المسألة بارك الله فيكم. لأن بعض الناس يقول في بعض القوانين الرجل إذا طلق زوجته يلزمونه بالمؤخر ويلزمونه بالمتعة. إيش هذه المتعة؟ الآن هذه هي مسألتنا، الآن هذه هي مسألتنا. إذن المتعة، متعة الطلاق، مال يدفعه الرجل لامرأته بسبب فراقها زيادة على المهر، زيادة على المهر. أولا عندنا فوائد، من مات عنها زوجها فلا متعة لها بالإجماع، يعني هي متعة طلاق ليس متعة وفاة. واضح بارك الله فيكم؟ امرأة مات عنها زوجها تقول لي المهر، آمنا بالله نعم لك المهر، لي المتعة، لا، المتعة متعة طلاق ليس متعة وفاة. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني والنووي في روضة الطالبين. الصورة الثانية، من فارقت زوجها بسبب الخلع فليس لها المتعة، لأنها هي طالبة الطلاق، يعني هي طالبة الطلاق، هي التي فارقت زوجها، ونعطيها متعة حشفا وسوء كيله ما يستوي. واضح بارك الله فيكم؟ هذا لا يمكن. وهذا ذكره يعني جمع من أهل العلم. وجاء عن عمرو بن الحارث بإسناد صحيح قال سمعت بكيرا يقول أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة. واضح بارك الله فيكم؟ فالمرأة إذا قالت للرجل سأخلعك وأطالب بالمتعة، أصلا إذا خلعت الرجل أنت تدفعين له المهر، فكيف يدفع لك المتعة؟ هذا لا يمكن. طيب الآن إذا وقع الطلاق على المرأة هل لها المتعة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. بعضهم يقول، أنا أحكي الأقوال ثم أرجع إلى المسألة، يقول المتعة واجبة في حال طلاق المرأة التي لم يسمى لها المهر، وفي غير الحالات الأخرى وفي غيرها مستحبة. وبعض أهل العلم يقول المتعة واجبة لكل مطلقة إلا من طلقت قبل الدخول وفرض لها المهر فلها نصف المهر. وبعض أهل العلم يقول المتعة مستحبة لا تجب، ويقول في بعض الحالات ما تستحب. وذهب الحنابلة في قول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن المتعة واجبة لكل مطلقة قبل الدخول أو بعد الدخول، سمي لها المهر أو لم يسمى لها المهر. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق
ولم تمس فحسبها ما فرض لها. يعني ابن عمر يقول كل مطلقة لها متعة إلا المرأة التي طلقت بعد العقد مع تحديد المهر فلها نصف المهر، لأن نصف المهر جاءها من دون شيء. واضح بارك الله فيكم؟ فلماذا تعطى أيضا متعة؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. فلكل مطلقة متعة إلا التي تطلق بعد العقد مع فرض المهر فلها نصف المهر دون متعة، بدليل أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب ما مقدار المتعة؟ مقدار المتعة بحسب ما يتعارف عليه الناس. جاء عن بعض السلف كما جاء عن ابن سيرين أن بعض الناس كان يمتع بالخادم والنفقة والكسوة. يعني مثلا المرأة إذا طلقها زوجها وقد فرض لها مهر بعد الدخول فهذه لها المهر كاملا، يعني المؤخر هذا وحتى المقدم إذا ما كان قد أعطاها. طيب يزيد على المؤخر كم؟ مثلا 5000 إلى غير ذلك، يقول هذه تطيبا لخاطرها. واضح بارك الله فيكم؟ ما جاء شيء محدد أو مقدر في مثل هذا الأمر. قال ابن سيرين ومتع الحسن بن علي ب10,000 درهم. ومتع الحسن بن علي ب10,000 درهم. وأيضا جاء عن الحسن البصري كان الناس يمتعون، فمنهم من يمتع بالخادم، ومنهم من كان يعطي 200، ومنهم من كان يعطي الدرع والخمار والملحفة، ومنهم من كان يعطي النفقة. فهذه الأمور تترك إلى عرف الناس، هذه الأمور تترك إلى عرف الناس. لكن أيضا أيها الأحبة الأفاضل لا يجوز للمرأة أن تأكل مال الرجل بالباطل، وأيضا الرجل العاقل الذي فيه شهامة ونبل إن طلق المرأة لا يبخسها حقها ويكرمها. وبعضهم ربما يطلق المرأة ومؤخرها 5000 درهم فيعطيها المؤخر ويزيد على 5000 ربما 10 و20 و30 ألف، يقول هذه لله عز وجل. فهذا الأمر بارك الله فيكم حسن أن يفعله الرجل، ولا تنسوا الفضل بينكم. وحميد باب الوليمة نخلي بكرة. طيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل. لا أحسنت، هذا سؤال جيد. إذا كان المهر شيئا عينيا، ثياب، فرس أو غير ذلك، فبحسب المتعارف عليه، يعني من أوسط ما يتعارف عليه الناس. واضح بارك الله فيكم؟ نعم تفضل. بارك الله فيك. لأن بارك الله فيكم الكلام عن مقام القضاء، والقضاء فيه تفصيل يفصلون فيه ما لا يفصلون في الخطاب العام. واضح بارك الله فيك؟ مقام القضاء قد تستخدم فيه حتى بعض الأمور الصريحة. لذلك أخي الكريم فواز نبهتني على شيء جيد. في حديث ماعز توجد لفظة أنا لن أذكرها بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يصرح له فيها أفعلت الشيء الفلاني. واضح بارك الله فيكم؟ ربما كان بلفظ يعني دارج في بعض الأوساط أو غيره. طيب لماذا؟ سمعت مرة
قسيس نصراني يتكلم، نبي الإسلام يأتي بهذا اللفظ، طب المقام مقام قضاء، رجم فيه، سيحكم على رجل، إيش يقول له يعني؟ لامستها؟ واضح بارك الله فيك؟ مقام القضاء يختلف عن التقريرات العامة. فهمت علي سلمك الله؟ نعم. لذلك تجد أحيانا القاضي ربما يستخدم ألفاظ ما يستخدمها الناس في مجالسهم، لأنه يقول الآن فيه عقوبة، في أمور، في أشياء، في كذا. الكنايات ما تصلح هنا بارك الله فيك. نعم. تفضل مشمع. نعم. عقد عليها وهي لا تعلم عنه، يعني عقد فهي قالت أنا ما تعرف يحتاج إلى مراجعة مشمع. أنا في بالي شيء لكن الأمر جلل وعظيم، أو ربما يعني في بالي أنها تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها، لكن لا تدري من هذا الذي دخل عليها. واضح بارك الله فيكم؟ نعم. تفضل أبو زايد. الآن المسألة قضائية، لكن إذا أنكر الرجل وحلف ودلل على كلامه يقبل كلامه، يقبل كلامه، يقول بأنه ما لمس هذه المرأة إطلاقا. واضح بارك الله فيك؟ نعم. وهنا المرأة أيضا تسأل عن هذا الأمر، وربما قيل هات الشهود، فتأتي وتقول عندنا في البيت فلان وفلان يشهدون أنه دخل معي وأغلقنا الباب وغير ذلك من الأمور. نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.